مش دايما الحديد العلوي للسقف لازم يركب الحديد العلوي للكاميرا، ومش دايما الحديد العلوي للسقف لازم ينزل بزاوية جوه الكاميرا. اتفرج معايا على الفيديو ده للنهاية هتفهم الموضوع ده كويس جدا. نزلت فيديو اتكلمت فيه على شكل نهاية الحديد العلوي للسقف الفلات سلاب، وقلت ان هو يا اما بينتهي على شكل زاوية يا اما بينتهي على شكل شوكة. بينتهي على شكل زاوية في حالة ان انا عندي كاميرا سقوطها كبير هيحقق معايا طول ال دي للحديد العلوي للسقف جوه الكاميرا، وبينتهي على شكل شوكة في حالة ان انا اصلا ما عنديش كاميرا، او في حالة ان انا عندي كاميرا سقوطها صغير مش هيحقق معايا طول ال دي لحديد العلوي للسقف جوه الكاميرا. وشرحت الكلام ده كله بالتفاصيل في الموقع مع الشرح بصور الشوب دروينج لتسليح السقف. بس للاسف بعض المهندسين ما فهمتش الفيديو كويس او ما اتفرجتش على الفيديو للنهايه، فكتبوا لي في التعليقات ان في غلطه في السقف، ان في جزء من السقف الحديد العلوي للسقف مركبش الحديد العلوي للكاميرا، وان الحديد العلوي للسقف ما نزلش بزاويه جوه الكاميرا. بس للاسف المهندسين هنا هي اللي غلط، وهقول لكم ليه. مبدئيا كده الحديد العلوي للسقف مركبش الحديد العلوي للكاميرا لان دي منطقه تهبيط، منطقه حمام، رئه الخرسانه فيها 20 سم، اما رئه الخرسانه في باقي السقف 25 سم، والكاميرا هنا هتتصب على المنسوب العالي اللي هو 25 سم. معنى كده ان الحديد العلوي للكاميرا اصلا اعلى من الحديد العلوي لمنطقة التهبيط اللي هي منطقة الحمام 5 سم، فكان لازم الحديد العلوي للسقف يجي تحت الحديد العلوي للكاميرا. اما بالنسبة لجزئية ان الحديد العلوي للسقف نزل على شكل شوكة مش على شكل زاوية جوه الكاميرا، لان الكاميرا سقوطها صغير مش هيحقق معانا طول ال دي للحديد العلوي للسقف جوه الكاميرا، علشان كده اضطرينا ان احنا نعمل الحديد العلوي للسقف في منطقة التهبيط على شكل شوكة مش على شكل زاوية جوه الكاميرا. وطبعا بالنسبة لموضوع تهبيط الحمام فاحنا ما عندناش صرف على الواجهات، علشان كده الكاميرا اللي على الواجهة اتصبت على المنسوب العالي بتاع السقف. عندنا ضغط صغير او منور صغير في منطقة التهبيط ده اللي هتمشي فيه المواسير، بمعنى ان الكاميرا ما هتأثرش نهائيا على مواسير الصرف او مواسير السباكة.